أهلا بكم. 256 كيلو متر طول الحدود المصرية مع الدولة الفلسطينية وإسرائيل. الحدود كلها على صفيح ساخن. الجيش المصري بينتفض في ربوع سيناء. إسرائيل بتستفز الجيش المصري، لكن الجيش المصري بيقولها صريحة جريئة مدوية: اللي عاوز يجرب يقرب. تصريحات من رئيس الجمهورية ومن وزير الخارجية ومن كل قيادات القوات المسلحة المصرية: مفيش تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أو من قطاع غزة إلى أي مكان آخر. إسرائيل ظبطت الأمور مع جنوب السودان وقالوا هنهجر الفلسطينيين من قطاع غزة إلى جنوب السودان. مصر قالتها بالفم المليان: مفيش تهجير، برغم الضغوط الكبيرة على الدولة المصرية وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضغوط اقتصادية، ضغوط سياسية على الدولة المصرية، لكن الدولة المصرية واقفة على أرض ثابتة. الدولة المصرية بتقول مفيش تهجير. يا جماعة، لولا قوة الجيش المصري في الوقت الحالي لانهارت تماما الدولة المصرية. الرئيس قالها: العافي محدش بيقدر ياكل لقمته، والجيش المصري جيش عافي، والشعب المصري شعب عافي. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قاري المشهد من بدري قوي. علشان كده المخابرات العامة المصرية والمخابرات الحربية المصرية بتقود هذه المعركة باحترافية كبيرة مع إسرائيل. مصر واقفة لها دلوقتي يعني زي العقلة في الزور زي ما بيقولوا. أي قرار بتتخذه إسرائيل مصر واقفة لها على طول. وطبعا إسرائيل عاملة مليون حساب للجيش المصري. إسرائيل وقيادات الجيش الإسرائيلي بيحذروا نتنياهو من الدخول في صدام مع الجيش المصري، لأنهم عارفين إمكانيات الجيش المصري والقدرة القتالية للجنود المصريين. يا عالم، فوقوا من الغيبوبة اللي انتوا فيها. انتوا بتتعاملوا مع مصر ومع جيش مصر، بتتعاملوا مع أكبر دولة في المنطقة، بتتعاملوا مع أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط. الجيش المصري يا جماعة العاشر عالميا. عندنا يعني سلاح الجو على أعلى مستوى، الدفاعات الأرضية، البحرية، كل أسلحة الجيش المصري على أهبة الاستعداد وتحت أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة، من أجل نصرة القضية الفلسطينية، من أجل الحفاظ على القطر المصري، من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب المصري. مصر لن تسمح بعملية التهجير. مصر لازم بتفرض رأيها وكلمتها على الجميع. مصر مش عاملة حساب لحد، لأمريكا ولا إسرائيل ولا أوروبا ولا أي حد، وإحنا واقفين على أرض ثابتة وداعمين بكل ما آتانا الله من قوة للقضية الفلسطينية. يعني زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها، يعني إن إحنا مش هنفرط تماما في القضاء على القضية الفلسطينية. عملية التهجير ده يا جماعة لو تمت نقول لفلسطين وداعا إلى الأبد. ما اللي هيطلع من فلسطين ما عادش هيدخلها تاني. 10,000 دولار لكل مواطن مقابل التهجير الطوعي. 10,000 دولار لكل مواطن هياخدهم من الكيان الصهيوني علشان يسيب البلد ويمشي. وساعتها هنقول وداعا فلسطين، وداعا القضية الفلسطينية. لكن بنطمن الشعب الفلسطيني كله، بنطمن أهالينا في غزة، بنطمن أهالينا في الضفة الغربية، بنقول لهم
طول ما عبد الفتاح السيسي موجود ما تخافوش من حد، طول ما الجيش المصري موجود ما تخافوش من حد وما تعملوش اعتبار لأي حد. حفظ الله مصر ونصر جيشها وثبت على طريق الخير والصلاح رئيسها. تحيا مصر وفلسطين.